خايف من بعبع وصداع اول يوم رمضان وانك تفضل طول نهار الصيام مش شايف قدامك عشان مفيش قهوه؟ ركز لان في الفيديو ده هقولك حلول مدروسه تضيع وتمنع صداع اول فتره رمضان. القهوه بتشتغل عن طريق انها بتمنع المخ عن انه يحس بالماده اللي لما بتتراكم بسبب الارهاق، لكن مش بتمنعها. عشان كده ما بتوقفها فجاه مخك بيعمل ايرور. عشان كده الحل مش انك توقفها مره واحده فجاه. ابدأ من النهارده انك تقلل الكميه بالتدريج بمقدار الربع كل 4 ايام. يعني لو متعود تشرب 4 كوبايات في اليوم خليهم 3 وكل 4 ايام تقلل واحده. بعد كده خلي مفيش كافيين من بعد الساعه 2 الظهر، ولو عايز تشرب قهوه ممكن تشربها ديكاف او ممكن تشرب مشروبات تانية زي اليانسون او الكركديه. الهاك السحري لو جالك صداع في رمضان انك هتجيب زيت النعناع وتدهنه على الجبهه من قدام، وممكن تحط تلج على رقبتك من ورا. زائد انك تجرب تاخد القيلولة بعد الظهر وانك تتمرن تمارين التنفس على مدار اليوم. وطبعا ما تنساش في السحور انك تاكل اكل غني بالبوتاسيوم زي الموز او البطاطس او البطاطا او البروكلي، ومع شرب كمية مية مناسبة على مدار اليوم. ده هيقلل جدا الصداع يظهر. وهتدعيلي اعمل سيف للفيديو وما تنساش تعمل فولو.